ازاي تعرف العسل المغشوش مش من العسل الاصلي؟ الموضوع ده بقى مفيش اسهل منه. ليه؟ اخوكم جوز عمة اللي جابوا اهلي عندهم منحل وانا بروفيسور في النحل. فيعني عايز اقول لكم بقى احنا بيجي لنا العسل، بندخل نجيب العسل من جوه الخليه، بنحلب النحل كده. خد يا باشا اول معلومه، وانت مغمض هتجيب عود كبريت وتحط عود الكبريت في العسل وتطلعه طشه، ولع معاك. ما حدش يستعجل مطاف يا جماعه. ايه؟ ما يقصدش حاجه، اصلا مش من نواحيدي. يبقى العسل ده صاحبه راجل برنس، راجل محترم قوي، اشتري منه بقى وانت مغمض. حاجه تانية، هتجيب شويه العسل والبرطمان وتقعد تنزل منهم كده يشروا كده. تعالى بقى في اخر حته، لو نقط معاك شويه كده وعمل نقطه نقطه، لا يا باشا ده العسل كله ده بايظ مغشوش. لازم ينزل لك سايل كده مره واحده. احلى اختبار بقى، هتجيب معلقه وتحط فيها شويه عسل وتجيب كبريت وتولع تحتيها النار. لو العسل ده اتبخر بسرعه وعمل شياط بسرعه، تعرف ان هو مغشوش. لكن لو صبر شويه هتعرف ان هو عسل اصلي وزي الفل. ده كمان مش عايز اقول لك غير لما انت تجيب بقى شويه عسل وتحطهم في حته شويه رمله ولا تراب وتقلبهم كده. لو التراب لما اختلط بالعسل فضل متكور كده، تعرف ان ده عسل حلو. لو ممكن بقى لا ونطر بقى وزحف بقى، مغشوش مغشوش، مش عارف الناس دي ضميرها هيروح فين. خليكم معايا هقول لكم على كل جديد. يلا. عليك قوي كده. مع احترامي للي احنا سمعناه في الفيديو من شويه، ان كل الكلام ده ممكن يكون صح في حاله ان احنا لو هنعمل اختبار لقياس الرطوبه داخل العسل. لكن سهل قوي ان احنا يكون معانا عود كبريت ونحطه جوه عسل بيور وطبيعي 100% ونطلعه ونيجي نشطه ونولعه كده، ما يشتغلش. ليه؟ لان ممكن يكون العسل فيه رطوبه وده مش عيب. كذلك لما يجي يتحط نقطه العسل على الرمله ونيجي ندوبها والكلام ده كله، شيء وارد ان هو يتفتت. ليه؟ لان رطوبه عادي. كمان لما نيجي نمسك العسل ونيجي نكبه اخر نقطتين، يا جماعه احنا بنفرز العسل في وقت الربيع وبيبقى مايل للحراره، ووقت الصيف بيكون العسل سايل جدا جدا جدا، وده الطبيعي. عايز حضرتك تشتري عسل مظبوط وعالي الجوده، مفيش غير طريقتين. تروح تحلل عينه العسل قبل ما تشتريها، وده طبعا مكلف جدا ومحدش يعمل كده، او حضرتك تشتري العسل من مصدر موثوق منه. والسلام عليكم.